سلام، مرحبا بكم على قناتنا. نتمنى تكونوا كامل بخير. صحة فطوركم، صيامكم في الجنة ان شاء الله يا ربي، وربي يتقبل صيامنا وصيامكم. فيديو تاعنا اليوم كما العادة نشارك فيه معكم الوصفات ولا الأطباق اللي حضرتها لمائدة الإفطار. وصفات سهلة بنينة نحبوها كبار وصغار، ومتنوعة هكذا باش ما نملوش من أطباق ولا نفس الأطباق اللي نحضروها كل يوم. حضرت الطبق الرئيسي، درت ضربة تاع الفلفل لكن بطريقة جديدة، من بعد نشوفوها في طريقة التحضير. حضرت دي ميني برجر هكذا باش ناكلوهم مع الشوربة، وكما قلت لكم نوعوا شوية، خطرة البوراك، خطرة دي بيتزا، خطرة الكوكا، باش ما نملوش 30 يوم لازمنا نوعو. اما الطبق الثالث والوصفه الثالثه درت اجنحه الدجاج كريسبي، وصفه سهله وبزاف بزاف بنينه. درت معها لي فريت. بلا ما نطول عليكم نجوزو لطريقه التحضير. بداو على بركة الله نحضروا الوصفة الأولانية. عندنا جناحتين تاع الدجاج كريسبي، لكن قبل ما نقلوهم لازم نطيبوهم من قبل. هنا عندنا جناحتين نكون قطعتهم على زوج. عندي الزيت، المارغرين، البصل، ملح، توابل. عندي العكري، زنجبيل مرحي، ثوم مرحي، بصل مرحي، عندي فلفل كحل، عندي الكركم، الكيري، التابل تاع الشاورما، وتابل تاع دجاج محمر، وعندي سنينة ثوم. نجوزو نحضروا الوصفه. هنايا في طنجره ندير شويه زيت مع شويه مارغرين. كي يذوبوا نقطع البصل هكذا باش نطيب هذاك الجناحتين في المرقه. من بعد نرمي الجناحتين تاوعي كما قلت لكم، الجناحتين نكون قطعتهم على زوج، ونزيد لهم شويه لا موطارد. من بعد نرمي لهم هذوك فصيصات الثوم، سنينة الثوم نكون نخليهم بالقشور تاعهم. نقلي مليح كما قلت لكم، نزيد شويه تاع لا موطارد، ونرمي هذوك التوابل اللي درتهم، ومع الاخر نملح. نقلي مليح هذوك الجناحتين هكذا باش ياخذوا الطعم تاع لي زيبيس ولا موطارد وتاع البصل. من بعد نمرقهم ونخليهم يطيبوا. هنا راني نحضر في عجينة الميني برجر. عندي زوج كيسان حليب دافي، نزيد معاهم مغرف ونص تاع الخميرة، نزيد لها مغرف تاع السكر، ونزيد بيض البيض، وندير معهم حبة بيض كاملة. نخلط كامل هادوك المقادير كما راكم تشوفوا، ونبدا نزيد بشويه الفرينه، بصح نزيدو بشويه ماشي حتى تتلم، يعني يقعد لنا الخليط سائل. ومن بعدك نغطوه ونخلوه يخمر كما راكم تشوفوا. هنايا نزيد بشويه الفرينه، نخلط مليح هذيك الفرينه مع الخليط السائل تاعنا، ونخلوه يخمر. بعد ما يخمر نبداو نزيدو في المكونات الاخرين. هنايا عندي 4 كاس زيت كما راكم تشوفوا. هنايا كما قلت لكم عندي حبه بيض كامله وبياض البيض، يعني نديروا حبه كامله ومن بعد نزيدو بياض البيض. نخلط كامل هذوك المكونات. من بعد نبدا نزيد في الفرينه هكذا باش نلم العجينه تاعنا. هاد الوصفه تجي بزاف خفيفه، والعجينه تجي قطنيه، تجي بزاف بزاف خفيفه كما راكم تشوفوا. هنايا راني ندير في الفرينه زيت رشه تاع الملح، ونبدا نلم العجينه تاعي بشويه كما راكم تشوفوا. وفور يا ميزور نزيد الفرينه تاعي حتى تطم كامل. هنايا نزيد لها 4 مغرف تاع خميره الحلوى، ونبدا نطم كما راكم تشوفوا. هنايا بدات تطم العجينه تاعي. نبدا نزيد الفرينه بشويه بشويه حتى تطم كامل. بعد ما طمت نحطها في البلون دو طرافاي تاعي، نزيد لها قيس مغرف كبيره تاع الزبده ولا مارغرين، ونبدا نخدم العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. هنايا راني درت قيس مغرف كبيره تاع مارغرين. نبدا نخدم العجينه تاعي هكذايا، نعجنها ابان باش تتلم كما قلت لكم، باش نتحصلوا على عجينه خفيفه وطريه وتجينا عجينه قطنيه. هنايا نعاودوا نغطوها ونخلوها تخمر
دوك نجوزو نحضروا اللحم مرحي اللي نديروه الميني برجر. هنايا عندي اللحم مرحي، عندي لا شابلور، البصل مرحي، حبه بصل مرحيه، معدنوس، الملح، 2 حبات بيض، عندي شويه تاع البيكربونات هكذا باش اللحم يجيني طري. لي زيبيس ولا التوابل اللي نستعملهم عندي بصل مرحي، ثوم مرحي، فلفل كحل، الكيري، البابريكا ولا الفلفل العكري، عندي تابل خاص باللحم مرحي، ونسحقوا راس الحانوت. هنا كما راكم تشوفوا نرمي هذوك التوابل معاهم شويه تاع البيكربونات، 2 حبات بيض، نزيد لهم شويه تاع الموطارد، ونخلط كامل هذيك المكونات كما راكم تشوفوا. نحضروا لافارس تاع الفلفل الحلو، عندي اللحم مرحي، لا شابلور، حبه بيض، نسحقوا توابل الفلفل العكري، راس الحانوت، ثوم مرحي، بصل مرحي، وفلفل الكحل. هنايا نحكموا بلا تاع الكوشه، نديروا له شويه زيت، ندهنوه كما راكم تشوفوا. من بعد نبدا نعمر في الفلفل الحلو تاعي كما راكم تشوفوا، نعمره كامل. بعد ما نعمر الفلفل الحلو تاعي كامل، نزيد شويه زيت ندهنه كامل هكذا باش نحطوه في الكوشه يتنقلى. هاد الوصفه جديده، حنا مدارين الفلفل الحلو نقليوه في المقله، لكن هاد الوصفه جديده نحطوه في الكوشه باش يتنقلى هكذا باش يجينا خفيف وما يجيناش مزيت بزاف. ودوك نجهزوا ولا نوجدوا المرقه تاع الفلفل الحلو. هنايا عندي سنينات توم، 2 ولا 3 سنينات كبار، نزيد معاهم شويه زيت وشويه سمن، نقلي هذاك الثوم. من بعد ندير له مغرف كبيره تاع طوماطيش مصبره هكذا، نحل مليح هذيك الطوماطيش في الزيت. من بعد نرمي الطوماطيش مرحيه، عندي قيس بول تاع طوماطيش مرحيه، نزيد هذوك التوابل، درت راس الحانوت، فلفل عكري وفلفل الكحل، نزيد نخلط كامل هذوك المكونات ونمرق بالماء سخون ونخليه يطيب. هنا كان عندي عظم تاع صدر تاع الدجاج، حطيته باش يطلق لي البنه، نملح ونخليه يطيب. هنايا بعد ما خمرت العجينه تاعنا تاع الميني برجر، نبدا نحيلها هذوك لي غاز، نديغازيها مليح كما راكم تشوفوا، ونبدا ندير كريات صغار هكذايا، قرصات صغار، ونكورهم هكذا بيدي في لو بلون دو طرافاي كما راكم تشوفوا هكذايا. ندير كرات صغار ونحطهم في السنيوه. بعد ما كملت العجينه تاعنا، هنايا ندير حبه بيض مع شويه حليب، ندربهم مليح، ونبدا ندهن الميني برجر هكذا، ندهن كامل هذيك العجينه ونرشها من الفوق بالخليط تاع الجلجلان وحبة الحلاوة والسانوج كما راكم تشوفوا. هنا ندهن كامل هذيك العجينة حتى نكملهم كامل، من بعد نديرهم في الكوشة باش يطيبوا. هنايا الفلفل الحلو تاعنا راهو تنقلى كما راكم تشوفوا، رانا جبدناه من الكوشه، نبدا نقشرو كامل بالحبه، ومن بعد نرميلو هذيك المرقه ولا لاصوص اللي كنا حضرناها، ابخي نحطوه في الكوشه باش يعاود يطيب. كما قلت لكم هذه وصفه سهله وخفيفه بزاف، خفيفه وما تجيش ثقيله، ما نقليوهش في المقله، تجينا بزاف خفيفه. ميني برجر راهو طاب كما راكم تشوفوا، جا الشكل تاعو شباب وشاهي. نعاودو نغطيوه باش يطرى. الجراحتين تاعنا بعد ما طابوا نحوهم نصفوهم مليح من المرقه، وهنا نبدا نغمض فيهم في الفارينه والبيض ولا شابلور. بيان سور نكونوا نديروا لهم شويه توابل هكذا باش يزيدوا يعطوني نكهه اخرى. كما قلت لكم نحكم هكذايا بالوحده، انا رميت في الفرينه قبل، من بعد البيض ونزيد في لاشابلور، نكمل كامل الجناحتين تاعنا من بعد باش نجوز نقليهم.
بعد ما تسخن الزيت مليح مليح مليح، هنا نبدا نرمي في الجناحتين تاعنا، نرميهم بالوحده. كما قلت لكم هذه وصفه بزاف بنينه وسهله، يعني ما تاخذش الوقت، والمذاق تاعها بزاف بنين، وحتى الشكل يجي اللون ذهبي، يجي دوغي الله يشهي. كي يطيب من الوجه نعاود نقلبوه هكذا باش ما يتحرقوليش. وهنايا راني نقلي في العجيجات تاع اللحم مرحي اللي نحطهم في الميني برجر. بعد ما تنقلاو الجناحتين تاوعنا وجانا هذاك اللون الذهبي الله، هنا نبدا نحيهم نحطهم على بابي ابسوربون هكذا باش يشرب لي الزيت كامل. هنا راني نحطهم في طبق التقديم، ندير لي فخيت هما الاولانيين، ومن بعد نبدا نستف في الجناحتين تاوعنا. وهنايا نحضروا لي ميني برجر كما راكم تشوفوا، جا الشكل تاعهم شباب والعجينه تجي بزاف طريه. هنايا هذوك الخبيزات نقسمها على زوج، ندير لها جبن طري، ورقه تاع شلاضه، اون ترونش تاع طوماطيش، ونحط فوقها هذيك لا غاليت ولا العجيجه تاع اللحم مرحي. نزيد فوق هذيك اللحم مرحي نحط اون ترونش تاع الفرماج تشيزي، والخبزه دوزيام ندير لها المايونيز كما راكم تشوفوا هكذايا، نديرهم كامل ونشدها بالكوردون. نكمل كامل هادوك لي ميني برجر، وكي يوجدوا تشوفوا النتيجه تاعهم النهائيه. الشكل النهائي تاعنا الميني برجر بعد ما كملنا عملناهم كامل كما راكم تشوفوا، يجي الشكل تاعهم شباب دوغي، حتى العجينه تجي طريه وبزاف بزاف خفيفه. والطبق الرئيسي اللي حضرناه اللي هو ظلمة فلفل حلو، حضرناه بطريقة جديدة. هذا هو راهو وجد كما راكم تشوفوا، حطيناه في طبق التقديم. وصفة سهلة وجديدة، وحتى المذاق يجي مذاق مختلف. هادو هما الوصفات تاعنا ولا الأطباق اللي حضرناهم لمائدة الإفطار، نتمنى يكونوا عجبوكم وإن شاء الله تجربوهم. ونشكركم بزاف 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 على الدعم تاعكم وعلى اللايكات وعلى الاشتراك في قناتنا. نتلاقاو في وصفات أخرى وفي أطباق أخرى. أنا ما بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم، صيامكم في الجنة. نتلاقاو في فيديوهات جديدة. سلام.